مسكينة يا زينب، متعذبة مع هذا المرض. حظك عاثر يا أختي يا فتحية. في البداية فقدت زوجك في حادث، والحين مع هذا البنت المسكينة. الله يكون في عونك، بس اللهم لا اعتراض على قدرك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يعينهم يا أبوي ويصبرهم. من هذا الاتصال؟ رقم غريب، ما فينا رد عليه الحين. ما يرد، أكيد ما أعرف الرقم. أبوي إيش رأيك تروح البيت ترتاح؟ أنا بقعد هني ولا تشيل هم. وين أروح أرتاح يا ولدي؟ وبنت عمتك في المستشفى من أمس. الأطباء ما راح يقصرون، انتظروا بس نتائج الفحوصات تطلع. إن شاء الله خير يا أبوي، لا تحاتي. يا رب يا رب. هتصل مرة ثانية. هذا نفس الرقم، مرة ثانية اتصل. ايش يريد بس؟ زي ما علي أبوي رد عليه، يمكن في واحد مهم يريدك، ما تعرف سبحان الله. يا يوسف يا ولدي، ما لي نفس ارد على احد. ايوه نعم. اهلا ام احمد. لا خلاص احمد، انا فصلته وجبت مهندس ثاني. طيب مع السلامة. فصلته؟ كيف فصلته؟ وانت عاطي منه إجازة؟ معقولة يا أحمد؟ مفصول كل هذه المدة وتكذب علي تقول رايح الدوام؟ لا أنا لازم أتصرف، واللي بيضيع من إيدي لازم أتصرف. هاي بنتي، طمنيني. الحمد لله صارت زينة، بس عطوها إبرة ونامت. الحمد لله. يوسف، بنت عمتك ما لها حد. نفسي انها تكون مع رجال تعتمد عليه ويخاف عليه.
سميتك علي على اسم جدي، ليش انه كان حنون، الله يرحمه ومحمد روح الجنة. وحلمت تكون لي سند وتشيلني لما أكبر مثل ما شلتك وانت صغير. وبالفعل شلتني يا ولدي، شلتني بيدك إلى دار المسنين وتخليت عني، وأنا اللي كنت ألبي كل طلباتك، حتى البيت اللي كان لنا ذكرى جميلة فيه بعده. منين جبت كل هالقسوة؟ الله يهديك ويرجعك للصواب. الو، اهلا، هلا لا جاهزين، نلتقي في نفس المكان، ايش رايك؟ لا حلو، انتوا جاهزين؟ انا بعد جاهز. يلا تمام، إذا نلتقي، يلا مع السلامة. ايش فيك يا راشد؟ في ايش تفكر؟ أفكر في الحل. حل؟ اي حل هذا اللي تفكر فيه؟ أخاف إنه ما يعجبكم. ما مهم يعجبنا ولا ما يعجبنا، المهم ان الجائزة ما تروح علينا. أنا أشوف إن سدرة لازم ترجع للبيت يا أبوي. ورجع سدرة للبيت؟ كلامك صحيح يا راشد، البنك هذا شرطهم، لازم نرجع سدرة للبيت. طيب ايش المشكلة؟ نرجعها للبيت ونستلم الجائزة وعقب نردها مرة ثانية. بس المشكلة إن كيف نقدر نطلع سدرة من المركز؟ هذا اللي ما فكرنا فيه. صحيح كلامك، كيف ناخذها ونرجعها مرة ثانية للمركز؟ خاف حد يشوفنا بعد، تستوي لنا مصيبة ثانية. صحيح. وهذه المصيبة، إن سدرة أختنا وإحنا اللي عقيناها في المركز. والمسألة ما بسهلة، المسألة فيها سين وجيم وشرطة، هذا غير الناس إذا عرفوا كيف بتكون فضيحتنا قدامهم. أنا أشوف ما في إلا نخطف سدرة ونرجعها البيت. مبروك يا جماعة، مبروك مبروك. أول ما سمعت جيت أبارك لكم.
وهذه شريفة وصلت. مساء الخير. معقول يا شريفة؟ البيت جنب البيت وعرفت بالصدفة؟ خير يا مساعد، ايش اللي صاير؟ أفا يا شريفة، احنا في مثابة الخوات وجيران، ليش ما خبرتيني؟ وهذا ايش عرفها ان احنا فزنا بالجائزة؟ وانتي كيف عرفتي يا مساعد؟ ابو راشد، أنا مسعد، إذا ما دريت اليوم بدر باكر وما في شيء يخفى علي. مساعد ايش السالفه؟ فهمينا، ترى نحن كلنا هني ما فاهمين ايش الموضوع. عن خطوبة سلمى. خطوبتي؟ ايه، الريال شفته واقف عند الباب وسألني عنكم وانا جاوبت ورفعت جفوق ومدحت فيه. ايه بس ها يا جماعة، ترى إذا لا تطلبون عليه مهر وايد، ترى الحياة غالية. ما حد جانا يخطب سلمى يا مساعد، لو حجة اكيد راح تعرفين انت جارتنا وعزيزة علينا. أيل منو هذا اللي يسأل عنكم ومن يكون؟ وهذا هو السؤال، مين يكون وإيش يريد منا؟ وانا ايش دراني؟ تو الناس اجلس تعاشي معانا. مشكورة يا ام راشد، أنا بروح لأبو سعد، مع السلامة. حياك الله. حبيبتي، قاعدة ترسمين؟ قاعدة ترسمين؟ أجيبك شيء تشربينه؟ ها يا ولدي يوسف، حيا الله ابوي. جالس تقرا ما شاء الله. اي والله شوي. زين يا ولدي. عمتك فتحية تريدك تمر عليهم البيت. امرهم البيت؟ خير ان شاء الله، فيهم شيء؟ يا ولدي عمتك وتريدك تمر عليها البيت، ليش مستغرب؟ بعدين انا كم مرة قايل لك انك تمر عليهم بين فترة وفترة. عمتك وبنتها ما لهم حد في الدنيا غيرنا يا ولدي، واحنا ملزومين فيهم. ان شاء الله.
حاضر يا أبوي. زين يا ولدي، الله يرضى عليك. الله يسعدك. تصبح على خير. وانت من الخير يا رب. غيرت القفل. ليش يا أمي؟ ليش؟ بعدك تسأل ليش؟ خلاص يا أحمد، كذبك انكشف والمستور بان. شو من الكذب يا أمي؟ ما فهمتك. على آخر عمري يا أحمد تضحك علي، تقول لي رايح الدوام وأنت مفصول من شغلك. أمي أنا ما مرتاح في هذا الشغل. أي شغل بتشتغله ما بترتاح، أنت تنام الصبح وبالليل تسهر. ليش تأخر هذا؟ قال لي مر لي البيت وبطلع لك ولا أطلع لي. أنا أحسن لي أروح لا تأخر على الشغل. أمي ما وقت هذا الكلام. أعطيني المفتاح خليني أطلع. ما بفتح الباب. أمي من فضلك أعطيني المفتاح خليني أطلع مع ربعي. طلع من هذا البيت الحين ماشي، ولعلمك حتى مفتاح السيارة خذيته. الظاهر اني ما عرفت اربيك يا احمد، لكن ما عليه، من اليوم ورايح معاملتي لك بتتغير. يوسف، اليوم أشوفك ما على بعضك. ما لي نفس لشيء. ليش يا أخوي أشوف نظرة الانكسار في عيونك؟ ما معنى أن سميرة صدتك نهاية العالم؟ أنا ما زعلان من سميرة. صحيح أنا متعذب في حبها وهي ما حاسة فيني، بس أنا اللي مخوفني أبوي. أبوي؟ إيش في خير؟ ما أعرف، أحس أبوي وعمتي فتحية يخططوا عشان أتزوج زينب. وأنت بتسكت وبتتزوجها؟ وبعدين أنت ما تحبها وهي مريضة. لا طبعا ما راح أسكت، بس أنتظر الوقت المناسب عشان أكلم أبوي. وينك يا ناصر؟ أنا ما قلت لك انتظرني قدام البيت؟ وين رحت؟ أنا تراني انتظرتك عند بيتكم، أنت ما جيتني فروح. زين ما عليك. المهم ارجع لي الحين، أمي خذت مفاتيح سيارتي والحين ما أقدر أطلع. وكيف بتنزل؟ أخاف أمك تشوفك وتمنعك ما تطلع. ما عليك منها، أنت ارجع لي الأمور طيبة. أصلا أمك ما راح تخليك تطلع من البيت، كيف راح تطلع؟ يا ذكي، أنا راح أنزل لك من الدريشة، ما راح أنزل لك من الصالة. أنت انتظرني وأنا الحين جاي لك. تنزل من الدريشة، زين بمرك لكن بسرعة. يلا.
أبو سعد، سيارة راشد موجودة علشان يوصلنا. لكن يمكن ريال عنده شغل ولا شيء، ما نبى نأخر عن شغله. ما بنأخره ولا شيء، بس وصلنا مني قريب. يا ربي هذه ام سعد ايش جايبينها من الصبح؟ ايش عندها؟ هي وزوجها بعد. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا ابو راشد، كيف الحال؟ صبحكم الله بالخير. صبحك الله بالنور يا مسعد. على وين من الصبح؟ بغينا راشد بس شوية يوصلنا مني، قريب مني. من عيوني يا مسعد، انت تعرفيني انا ما اقصر معك، لكن اليوم بالذات احنا عندنا موعد مع الوالده في المستشفى، ونخاف نتاخر على العيادات، زحمه تعرفين. ما بتتأخر، احنا مني قريب. زين يا ولدي، انت توكل على الله، حابة ندبر نفوسنا. راشد وديهم انت وانا بشيل امك. نزلهم وتعال لنا. يلا شريفه. ان شاء الله يا ابوي. تفضل يا مسعد. ما قلت لك احنا جيران واهل، والجار للجار. ما قصرت يا راشد. صدقتي يا مسعد، توكلي. يلا. بسم الله. تفضلوا. عمتي مساعد، مساعد. وين راحوا يلا انطركم، لو بعد شهر ناطركم هني. سمع يا فتحية، يوسف أنا خبرته يمر عليكم البيت، وأنت فاهمة إيش اللي بتقولي ده. إن شاء الله يا أخوي، إن شاء الله. لا تنسي مثل ما اتفقنا. إن شاء الله ما يصير خاطرك إلا طيب. الله يجيب لي فيه الخير. يلا مع السلامة. مع السلامة، الله يحفظك. ها ليلى، خلصتي؟ خلصت. يعطيك الف عافيه حبيبتي. نسيت اخبرك، تدرين سدرة فاجأتني، سوت برواز من قصاصات الصور، علمها يوسف، قصدي الأستاذ يوسف علمها طريقة القص. ما شاء الله، شيء جميل. طيب على طاري الأستاذ يوسف، لا سمح الله مريض في شيء، ليش تغيب؟ لا ما مريض. طيب ليش ما بلغنا ولا عطانا خبر؟ بصراحة يوسف مشغول شوي، يجهز خطبته لبنت عمتي. سلامات سميرة، ايش فيك؟ لا 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 ما فيني شيء، بس دوخة شوي، ظهر اني ما افطرت. عن اذنك
ليلى نروح مكتبي. ويلكم خدعتوني يوم سعد، ها؟ يا ويلكم مني. لا ما خليكم تندمون طول عمركم ما اكون علي، بس لو اعرف وين رحتوا. كون راحوا المركز بعد شو راحت علي هذا الشيء خبيث. صبري يا ابو راشد، ينتظر راشد يرجع، صبري شويه. ما فيني صبر يا ابو راشد، ما فيني صبر. ابي اشوف بنتي سترة، مشتاقة لها. وينها؟ احنا ليش متفقين يا شيخ؟ متفقين انك تشوفينها من بعيد. ان شاء الله نشوف طريقه نرجعها. ابو راشد، انت من صدق تبي تاخذ سترة للبيت؟ من صدق يا شيخ. اتمنى اليوم قبل باكر لولا الظروف، لكن ان شاء الله بنحصل طريقه نرجعها. هذه بنت ما يمكن اخلي حد ياخذها. ان شاء الله الله يسمع مني، ترجع بنتي البيت، اطمن عليها يا رب. وين؟ هذه ام سعد. ام سعد لا تخافي، ترى ام سعد وهو يشتغل هني حارس في المركز، وبعدين ما يعرفوا الناس يضربك. ما تخافي. الحمد لله. ما اشوفها. ما جابوها اليوم؟ ابوي وصلت؟ بشر وصلنا. بشر وان شاء الله شفتوا سليم. ما شفناها يا ولدي ما شفنا. عرفت جابوها. لا تيجي ان شاء الله، لا تيجي. وهذا كل اللي حصل يا اخوي. علشان كده احنا جيناك اليوم ولازم تخلي بالك مني، احنا خايفين عليك يا اخوي. رجب، ولدك هذا ما بيخليك في حالك، لازم تعرفه. إذا ما جاك اليوم بيجيك. علي ناوي على الشر، أنا أصلا شفت الشر في عيونه. أنا ما عندي ولد اسمه علي، خلاص نسيته من زمان. سمعتي؟ يقول نسيته. خبري يا مسعد، خبري. قولي يا مسعد، في شيء جديد بعد؟ شو اقول لك يا اخوي؟ شو اقول لك؟ ترى احنا في ورطة. علي عرف ان احنا نكذب عليه وما بيخلينا في حالنا. ما خلاك انت في حالك ابوه، انا بعد ما بيخلينا في حالنا. ايش قاعد تقول انت؟ خليه يقول. مسعد قاعد يقول الكلام اللي انا وانت مو معترفين فيه. قول يبا، قول. علي اناني، ما يحب الا نفسه، ما يحب الناس، ما يحب احد. هو تزوج أو ما تزوج، هذه حياته وهو حر فيها. أنا ليش شاغلة بالي فيه؟ ليش قاعدة أفكر فيه يا ربي؟ أنا أصلا يوسف ما تجمعني فيه إلا علاقة العمل، لكن أنا ليش قاعدة أفكر
فيه يا رب؟ ليش شغلة بالي فيه يا ربي ليش؟ مرحبا ليلى. في شيء أستاذة ليلى؟ لا، جيت أطمن عليك. كيف صرتوا؟ كيف الدوخة؟ دوخة إيش؟ قبل شوي قلتي لي حاسة بدوخة. إيه، كانت فيني دوخة شوي بس الحمد لله الحين أنا أشوى. معلش سامحيني تعبتك.